صحيت من النوم مكسلة ومش عايزة اعمل غدا، ولقيت عندي لفة جلاش ونص كيلو لحمة. قلت اعمل بقى صينية جلاش باللحمة على شكل بيتزا، يعني وانتوا بتاكلوها هتحسوا انها بيتزا اوي في نفسها. يلا بينا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجة هجيب طاسة فيها معلقة سمنة ومعلقة زيت، وهنزل عليها ببصلة وهنقلب، واول ما يدبل هنزل عليها باللحمة المفرومة. انا معايا 500 جرام، هي مجمدة شوية بس هتفك واحدة واحدة. وكده بقت تمام معايا اهي. وبعد كده هنزل عليها بالطماطم والفلفل الرومي، وبعدين هنقلب، وبعد كده هضيف عليها الملح والفلفل الاسود والسبع بهارات. وطبعا دي اختياري، اهم حاجة معايا الملح والفلفل الاسود. وبس كده، وهقلب كل الكلام ده مع بعض. طبعا البهارات السبعة دي بتدي نكهة حلوة جدا، بس لو مش متاحة عادي جدا نستغنى عنها. هنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعض، واخر حاجة بضيفها معلقة كبيرة كاتشب. وبس كده، دي بقى بتنقل طعمها في حتة تانية خالص. وبس كده العصاج بقى جاهز معايا. بعد كده هجيب الصينية وندهنها بالسمنة كويس، وبعدين نحط رق من الجلاش، وبعدين نقوم نازلين بسمنة بلدي تاني، وبعدين نروح نازلين بطبقة تانية من الجلاش. وهفضل اكرر نفس القصة دي لحد نص كمية الجلاش، ولو في حاجة مقطوعة عادي حطيها في الصينية زي ما انا بعمل كده بالظبط. لو انتي بتعملي الجلاش وما بيظبطش معاكي، بعد الفيديو ده هيبقى جامد من الاخر يعني. وبعد كده هنزل باللحمة المتعصجة الخطيرة جدا جدا، وهفردها في الصينية كلها. وبس كده، وبعدين نزلت بقية لفة الجلاش عليها من فوق. وبس كده، وهحط على الوش شوية من السمنة البلدي، وبعدين هقطعها بالسكينة قبل ما تدخل الفرن. طبعا تقدروا تقطعوها بعد ما تخرج من الفرن، بس انا بحب الطريقة دي اكتر، كمان عشان لما نحط لها ميكس البيض واللبن ينزل لتحت. وزي ما تحبوا طبعا. وهدخلها فرن سخن 180 لحد ما الطبقات تورق معايا. ميكس اللبن هو عبارة عن كوباية من اللبن وبضاية ورشة من الملح والفلفل الأسود وبيكنج باودر. ونقلب كل الكلام ده مع بعض. وبس كده، ونغطي بقى الجلاش بالميكس ده، وبعدين ندخله فرن تاني علشان يكمل سوا. بعدين نزلت على الوش بميكس من الموتزاريلا والطماطم والفلفل والزيتون. مش قادرة اوصف لكم الميكس ده خطير قد ايه. ونفضل سايبينه في الفرن لحد ما الجبنة تسيح كويس وتاخد لون خطير. بجد بجد لازم تجربوه. الطريقة دي هتحسوا وانتوا بتاكلوه كأنكم بتاكلوا بيتزا مش جلاش خالص. حد يقول لي ايه ده؟ بجد ايه العظمة دي؟ شكله حلو جدا، يعني اللي يشوفه ما يقولش جلاش خالص، يقول دي بيتزا على طول. طبعا بقطعه تاني بعد ما بيخرج من الفرن، وانتوا بتاكلوه هتلاقوا الجبنة بتبقى مطة وحاجة حلوة جدا. هستنى رأيكم بجد، اكتبولي رأيكم في الكومنتات واعملولي شير للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. بحبكم، باي باي.